ده الباب بيفوت جمل. المثل ده مظلوم مظلوم مظلوم، وممكن اقعد اقول مظلوم من هنا لحد يعني ما الجبل نفسه يقول وينطق ويقول ان المثل اللي انتوا قلتوه عليا غلط ومش صح وملهوش علاقة باللي داير في بالنا. عايز تفهم اصل المثل، لان ده شبه الحاجة وعكسها تماما، من النقيض للنقيض، من طرد اللي قدامك لكرم اللي قدامك. عايز تفهم؟ هات جملك وتعال. الباب يفوت جمل كلمة ومثل شعبي بنقوله لما بيكون في حد يعني مش مرغوب فيه، خلاص مش عايزينه يقعد القعدة بتاعتنا. وغالبا ممكن تروح مثلا ايه يعني هيئة كده عند موظفين، تشد مع الموظف تقول له والله راح الشغل القانوني اشتكيك، يقول لك اتفضل الباب يفوت جمل. احيانا مش عارف مين من قرايبك يقولها لك، انت تقولها لحد تاني في الشارع. يعني المهم دليل على اني اي حد مش مرغوب فيه انت بتقول له اتفضل، ده الباب يفوت جمل او اعمل اللي انت عايزه. ده دليل على ان هو غير مرغوب فيه في المكان. اصل الحكاية ايه؟ ارجع لكتاب ابن الجوزي، فسر وشرح اصل المثل ده اللي احنا بنستخدمه للاسف غلط. واحد من اسيادنا واهالينا الصوفيين راح يزور واحد تاني قارين ليه في الصوفية وصاحبه، فلقي البيت بتاعه صغير يعني على قد الحال كده، وكمان الباب بتاعه مبني بطريقة يعني شوية مش ملائمة للمكان، على جنب وقصير، مش اللي هو يعني يستوعب اي حد يدخل بأريحية. فقال له ليه انت ما تعملش يعني بيت واسع ومكان واسع، واحنا يعني نستوعب كتير من الاخوة ونبقى كلنا موجودين وبقى في حضرة الله سبحانه وتعالى. فالراجل يعني بحمية وتأثر وزعل وخاطر مكسور كده قال له والله انا لو كان يعني معايا او كنت املك كنت عملت بيت كبير ودار كبير وساحة كبيرة يدخل منها الواحد وهو راكب جمله. الصوفي اللي هو الضيف قال الكلمتين دول لصاحبه، فصاحبه رجع بلده تأثر أوي بالكلام، فباع جزء من أملاكه وأمر ساعتها إن هو يشتري حتة أرض، وكمان طلب الأرض ده من الحاكم بأمر الله إن هو يخصص قطعة أرض يعني تتعامل زي رابطة كده للصوفيين ويتجمع فيها أهل الذكر. وعمل البيت بطريقة يعني مهيبة وواسع جدا وليه كذا باب، ومنهم بيبان او كل البيبان اشترط ان هي تكون بتصميم هندسي معين ان الواحد يدخل وهو راكب الجمل بتاعه. وكان ده اول شرط ليه في افتتاح هذا المكان، وكان من ضمنهم صديقه اللي هو صاحب المقولة علشان خاطر يجبر بخاطره. فده دليل على كرم الإخوة ولقاء الإخوة ومحبة الإخوة في مكان واسع، مش دليل على إنك غير مرغوب فيك وتفضل والباب يفوت جمل. ما ينفعش الكلام ده بينا، لأن مفيش حاجة اسمها امشي، في حاجة اسمها تعالى ونتحاسب ونتعاتب ونتخاصم ونتصالح، ولكن مفيش جمال تدخل بينا. اتفقنا؟ اتفقنا. هشوفكم إن شاء الله تعالى في فيديو جديد على حكاوي مصري. في